سارة مهند مقيمة في السعودية ومشهورة في تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك. سارة سوت إعلان قبل يومين لشركة تسويق لبنانية. الشركة تزعم أنها تجمع تبرعات ممنوعة نظاما في السعودية لصالح ضحايا الزلزال في سوريا وفي تركيا. أنا ما يهمني سارة ولا يهمني نيتها ولا يهمني هل هي مخدوعة ولا ساهمت في الإعلان عمدا وبقصد تغرير الناس وتمويل الإرهاب. اللي يهمني أنه هذه الشركة اللبنانية تدير عدد من المشاهير في الخليج وفي الوطن العربي. شركة التسويق اللبنانية اللي أعلنت لها سارة مرفوع عليها قضايا في الصين، ساحل العاج، غانا وقبرص. كل هذه القضايا قضايا غسل أموال، وتساهم هذه الشركة في عمليات تمويل لجماعات ومنظمات مشبوهة. اللي يدير هذه الشركة عبد الكريم فواز ومحمد غملوش. تدري مين محمد غملوش؟ ابن لقيادي في حركة حزب الله الإرهابية. الأهم من هذا كله أنه هذه الشركة اللبنانية المسمومة متعاونة مع شركة غربية لترويج أفكارهم، من ضمن أفكارهم وحملاتهم